بص بقى صارت البلبله، حاطط لي عمرو دياب واشرف عباقي ويحيى المصري واحمد فؤاد بغدوده والشربجي وعامل لي عليهم اكس، وغدا والي وبرنامج الدوم ولوجو اتحاد الكوره عامل لي عليهم علامه صح. ايه اللينك وايه العلاقه وايه الحكايه وايه الروايه وايه اللي جاب دول هنا ودول هناك؟ انت عايز تعمل حوار ليه؟ اقول لك انا يا سيدي بس بلغه الافلام، او مش عارف يعني جت عليا، ما نتكلم في العامه ونقطع في فروه الناس عادي، ما كل الناس عملت كده. ايوه، طب ليه كل الناس هاجت وماجت كده؟ بكل بساطه وبره عن الافلام، لان المشكله مش مشكله حد سرق لوحه بتاعت حد ونسبها لنفسه وخد من على قفاها مجد وشهره واسم ومكان. الموضوع اجتماعي جدا وبيعبر عن مدى عبثيه المشهد اللي كلنا ممثلين كومبارس فيه، وترانزيشن سيء من بلد كانت محتله كل حاجه سواء مواهب كوره او فن او مزيكا او رسم، والخ لبلد بقى اللي متصدر مشهدها حد بيسرق او حد طالع على قفا غيره بالواسطه والمحسوبيه، وما شاء الله اخر مشهد اللي تربى على عرشه حد بيعمل الاتنين سوا. يعني شكرا على الكومبو الجميل ده، مش عارفين نشكرك ازاي. تعالى بقى ارجعك للافلام او الكاركترز اللي انت شفتها في الثامنيل بتاعت الفيديو، ونخلط ده بارض الواقع ونعرف سوا هو ليه الدنيا باظت قوي عندنا كده، او تحديدا يعني ليه مصر بتعمل في مواهبها كده. ويا ريت محدش يفكر في خياله ان الموضوع ماشي بس على الالعاب الفرديه او الحاجات اللي قايمه على الانديفيدواليزم، يعني عشان لما تكمل معايا الكلام هتكتشف ان عدم قله تقدير المواهب عموما رايح على كل حاجه تقريبا، حتى في الالعاب الجماعيه. والكاركترز اللي انت شفتها في الثامنيل راجع الافلام كلنا بنحبها تقريبا، في كاتيجوري كده او فئه من الافلام اللي بتعبر عن الناس الاندر دوج، اللي هي عباره عن ناس عندها موهبه بتحاول توصل بيها للحلم اللي في الاغلب بيبقى صعب الوصول اليه. ودايما في الافلام دي النهايه بتكون سعيده. سلماوي وميمه هم بيحاولوا يحققوا حلم التمثيل اللي بيحلموا بيه من زمان وفي الاخر بينجحوا. احمد في حلم العمر لما حقق حلمه وبقى بطل العالم رغم انف افوره الاستاذه هاله فاخر. بطل العالم، لا بطل الدنيا كلها. سيف في ايس كريم في جليم وهو بيحاول يلاقي نفسه، وعشان يلاقي نفسه بيضطر يعمل نفسه كفيف وعشان يثبت ان عنده حاجه. يحيى المصري وهو بيحاول يثبت لكل اللي حواليه ان عنده حاجه حتى لو هيشطح بخياله ويقدر يلاعب فو منشي وهم بيتريقوا عليه، الا انه في الاخر بيحقق الحلم ده والنهايه بتبقى اسعد من السعاده. كل دي افلام وشخصيات او احلام احنا بنشوف نفسنا فيها بشكل او باخر، بس بعيدا عن انك انت بتشوف نفسك فيهم، ايه رايك لو قلت لك ان كل القصص بتاعت كل الافلام دي حصلت على ارض الواقع؟ يعني مثلا فتح كلام كده، انت اكيد شفت المشهد ده، سلماوي بيروح للمخرج شوكت حلبي عشان خلاص تقريبا كده شاف فيه الموهبه اللي تخليه يبقى نجم بعد كده ورسميا هياخد دور عطيل اللي بيحلم بيه، الا انه بيتفاجئ ان المخرج عايز يستغله في مشهد نتفليكسي جدا عشان ينجمه. مشهد تقريبا بيتكرر كل يوم بس طبعا باشكال مختلفه، وكده كده انت جه في بالك كام حدث استغلالي حصل قبل كده، فمش محتاج ان انا احط لك فوتج لحاجات معينه يعني. بس المشكله الاكبر عند سلماوي كانت كل سنه يفضل يقدم في معهد فنون مسرحيه ويسقط يسقط يسقط يسقط. يمكن موهبته مش قد كده، بس المشكله هنا مش في الموهبه قد ما المشكله في العدد اللي بيتقبل كل سنه في المعهد، اللي هو بيكون حاجه قليله جدا، فبتخلي اللجان تعمل شروط تعجيزيه تخليك حتى لو انت موهوب فمحتاج تبقى موهبتك اللي انت المفروض ما اشتغلتش عليها اصلا تبقى مضروبه في 90 مره علشان بس تتقبل. وده مش فير الى حد ما، عشان بكل بساطه احنا بلد كبيره جدا على فكره. في يوم من الايام السينما اللي عندنا كان ممثلينها بيمثلوا بره عادي جدا واسمهم بيبقى تقيل وليه وزنه كده. ليه لحد دلوقتي عندنا نفس شروط التقديم والقبول العقيمه بتاعت زمان؟ ما هو مش معقوله ال100 مليون وشويه يتقبل منهم كل سنه 25 واحد بس في كل قسم من اكاديميات الفنون، تمثيل، اخراج، وفي معاهد الكونسرفتوار والموسيقى العربيه نفس القصه. مش ممكن بعد كل التعداد السكاني اللي زاد والناس الكتيره اللي بقت في الشارع الا ان نفس العدد اللي كان بيتعمل له اختبارات وبيتقبل من 50 60 سنه هو لحد دلوقتي. فايه بدل ما يبقى عندك معهد او اكاديميه واحده بس لما كل الكلام ده تبقى عندك كليات للفنون في كل الجامعات زي كليه تجاره واداب وحقوق، او بكل بساطه اهتم في المدرسه بحصه المزيكا والرسم، او يمكن بعد 10 15 سنه لما يطلع طفل يغني ما يقولكش كلام بذيء زي ما انت مش عايز. خلصانه معاكوا بشياكه يا عيال اللون او يسرق الحان زي ما انت شايف، لان بكل بساطه هو ما اتعلمش في المدرسه يعني ايه مزيكا او لحن او جمل موسيقيه، هو لا اغنيه حلوه فركب عليها كلامه، اضرب ركب شغل على المزيكا وخلاص، عشان انت بنفسك كنت بتنزله وقت حصه المزيكا في الحوش يلم الورق والزباله وقتها. وعامه صناعه الفنون دي في اي بلد في العالم بتدخل فلوس كتير، لا فلوس كتير قوي يعني. احنا لحد دلوقتي لما فيلم بيجيب 100 مليون بنطلع بيه السما، و100 مليون دي دلوقتي بارقام السينما واسعار التذكره هو مليون واحد بس دخل فيلمك يا معلم. صباح الفل، صلي على النبي كده واهدى، عشان انت فيلمك ما شافوش حتى 1% من الشعب فعادي. طبعا انا مقدر انك تهت مني، بس قيس على كده حاجات كتير في كل القطاعات. يعني تعالى مثلا نرجع ل 15 سنه كده وقت فيلم الحاسه السابعه. يحيى المصري بطل الجمهوريه في الكونغ فو لما كسب البطوله خد ساعتها مبلغ وقدره 40 جنيها. بعد الضرائب والدمغات يصبح المبلغ المالي 34 جنيها و17 قرشا و15 مليما.
وطبعا ده ما كانش افيه لانه رقم حقيقي، عشان بعد سنين كتيره وتعويمات اكتر وطلوع الدولار ونزول الجنيه بنشوف ابطال كتيره جدا زي احمد عجينه بطل افريقيا مرتبه كان 1200 جنيه وهذا ما حدث معه، او كابتن علي سيد كان لاعب ملاكمه دولي. بص لو اتكلمنا في كم البطولات اللي خدها سواء ذهبيه او برونزيه محليه او دوليه قاريه او عالميه مش هنخلص، بس هو الحمد لله فضلة خيرك انتهى بيه الحال انه اشتغل في محل كشري. بس لا ربنا فتحها عليه بعد كده وجاب توك توك. او لسه دلوقتي عندك بطل جمهوريه ومعاه كاس مصر زي علي الشرقاوي، لسه من ساعه ما اتعرفنا عليه لحد من 3 شهور وهو بيشتغل نفس الشغلانه البسيطه اللي هي عباره عن لم الحاجات اللي بيتم اعاده تدويرها عشان يقدر يكمل ويلعب. وكلنا عارفين اللعب دلوقتي عموما سواء مكملات او طريقه تغذيه او لعب بقى مكلف ازاي، ما بالك ده واحد بطل والمفروض بقى روتين معين بنظام كل فتره بيتطور ويزيد اكتر ويتطلب فلوس وامكانيات اكتر، ولسه كل حاجه زي ما هي. اكتر من دوله كلمتني عشان اتجنس والعب باسمها، بس انا مش حابب كده. انا حابب ان انا العب باسم بلدي واقدم حاجه حلوه لبلدي. لحد بقى قصه احمد فؤاد بغدوده اللي انت اكيد عارف انه خلع اول لما راح تونس بسبب قصته والارقام المضحكه سواء اللي كان بياخدها او خصم الضرائب اللي حصل معاه. بيرجعك لقصص برضه حصلت مع بطل الجمهوريه المصري السابق الامريكي الحالي محمود سبيع اللي اتجنس لما حس انه مش متقدر، وكمان الكوسه اللي في الاتحاد خلت لعيبه قرايب ناس مهمين من الاتحاد يلعبوا بطولات عليه وهو كان اولى منهم. وهو ده اللي حصل في اخر قصه احنا شفناها، كوسه وواسطه تزامنا مع نفس الوقت اللي بيخلع فيه واحد مصري من مصر. كل دي حاجات تكئبك لما تسمعها او تشوفها، بس انا هكون طيب معاك وهفصلك بحاجه تضحكك. فاكر بقى المشهد ده؟ سيف واصحابه بيغنوا وهم عاملين نفسهم معاقين عشان يثبتوا ان هم عندهم حاجه في نفس الوقت اللي هم حاسين فيه ان هم ولا حاجه، تحايل يعني وكده وبتاع عشان يستعطفوا الناس برغم ان هم معاقين الا ان هم عندهم فن ممكن يوصلوه. بس بعد 25 سنه من المشهد ده بيتكرر برضه في فرقه كره الجرس لفريق المكفوفين لما سافروا في بعثه لبولندا. في الفحوصات هناك اكتشفوا ان هم مفتحين، ايوه بيشوفوا مش كفاف ولا حاجه. واللينك بين الاتنين هنا ان سيف واصحابه كانوا عاوزين يلاقوا نفسهم زي ما الشباب المفتحين كانوا مفتحين فعلا وحاولوا يلاقوا طريقه برضه يلاقوا بيها نفسهم ويعيشوا حياه افضل زي ما طبيعي اي حد في الدنيا بيكون عايز يشوف له حياه افضل. يعني عندك محمد الشربجي، محمود سبيع، فارس حسونه. طب انت فاضي ولا ايه؟ لا اصل اسامي كتير يعني ومش هنخلص. المهم يا سيدي دول كلهم شافوا طريقهم في حياه افضل سواء تقدير في الناحيه الماديه او الناحيه المعنويه، وكلهم اتجنسوا، اللي اتجنس لامريكا وانجلترا وقطر. بص انا عارف ان مع كل ده هتيجي انت تسال سؤال وتطلع باستنتاج وتقول لي معلش يعني ما كل دي العاب فرديه، ايه يعني اللازمه لو اهتمينا بيها؟ ما كلها بتصب في الاخر في مصلحه اللاعب الفردي المعين مش اكتر. بعيدا عن ان الفرضيه دي لانك مش مقدر فكره ان حد يجيب ميداليه ذهبيه لبلده في الاولمبياد او عموما في البطولات القاريه، الا نفكر كده معايا واسال نفسك اشمعنى امريكا وقطر وانجلترا وكل دول العالم الاول مهتمه قوي كده بالتجنيس وليه؟ ما اكيد يعني الدول دي مش اغبياء ولا ساذجه عشان يدفعوا الفلوس دي كلها في سبيل ان يكون عندها بطل يجيب ميداليات وبطولات باسمه. المهم يا سيدي لو كنت مش معتبر اهمال الالعاب الفرديه ولا مقتنع بيه عشان هي مجرد لعبه فرديه، فخليني اقول لك ان الامر ده طايل حتى الالعاب الجماعيه، وصل اهمال المواهب فيها لكوارث حرفيا. لو شفت كده من فتره ميدو كان سالخ لعيبه الدرجه الثالثه في الدوري المصري عشان اسمع دي بيقول لك كل فرقه نازله ماتش بتتفق مع الفرقه اللي قصادها على مين هيكسب وهيكسب كام ومين هيجيب الجوال كمان ومين هيجيب الجوال من الفرقه الثانيه. واحد هيقول لي طب وليه يعني؟ هقول لك يا سيدي هيدخلوا بقى بعد كده الرهانات المحدده دي في تطبيقات مراهنات تخليهم يكسبوا على الماتش الافات مؤلفه. فميدو وقتها عمل هايلايت على الكارثه دي عشان طبعا ده بيقتل حاجه اسمها منافسه، فما بيبقاش عندك دوري حقيقي، بيبقى عندك لعيبه نازله تهزر وعارفه مين هيعمل فين امتى ازاي ليه، وكل واحد ضامن فلوسه. بس للاسف محدش ركز ولا حتى حاول يسال عن الدافع اللي يخلي واحد يعمل حاجه زي دي. عمل كده ليه؟ عشان للاسف اللاعب منهم عقده السنوي بيوصل ل 60,000 جنيه. فلما يكون دي الحالة المادية اللعبة هي الأشهر والصناعة هي الأعلى إنفاق مادي في العالم وفي الآخر ده يكون العائد، فأكيد هيفكروا في فكرة خارج الصندوق تخليهم يرقوا بالمستوى بتاعه، عشان هم أكيد بيشوفوا لعيبة عقودها ملايين ومليارات، أكيد عينيهم هتفنجل وهتضرب أخماس في أسداس وهيقولوا اشمعنى أنا مش بكلمك عن نفسي، أنا الحمد لله راضي، بس أنا بكلمك على العقلية بتاعت اللعيبة دي. وحاجة زي دي مش بس بتقتل المنافسة، دي بتقتل الصناعة كلها. في عز ما السنغال وكوت ديفوار وكل دول أفريقيا سواء شمالية أو جنوبية سابقاك بآلاف الأميال في الصناعة الأعلى في العالم دلوقتي وهي الكوره. فدي حاجات من ضمن حاجات كتيره بتقتل الانتماء وبتخلي كل واحد يعمل كل حاجه هو ما كانش متخيل انه يفكر انه يعملها حتى امبارح. ولما الشكل العام يكون فيه النجاح قايم على فكره الفهلوه وتقليب العيش وتمشيه الحال والواسطه والمحسوبيه، ما اظنش انك هتستنى من اي حد كلام تنميه بشريه عن تحقيق الشغف والذات والكلام ده، لان كل معطيات المكان اللي احنا فيه ما بتوصلش لكده. ممكن يبقى فيه فرص فعلا زي برامج المواهب واللي بالمناسبه هي حاجه حلوه فعلا، ولكن خلينا نكون صراحه، انت بتعمل كده عشان
عشان عايز تقول للناس انك عندك مواهب. هي طريقة لاثبات ان عندك طريقة تجيب بيها مواهب بس مش اكتر. بس انت ما عندكش جوه، مش ما عندكش مواهب، لا انت ما عندكش طريقه. يعني انت بتعمل شو مش اكتر. يعني انت بتقول انك بتهتم بتنميه المواهب والشباب والخ الخ، والدرون يجيب القاهره كلها من فوق ويصور الشباب وهم بيعملوا حاجات فعلا عظيمه ويشكروا عليها، ولكن مش ده الاساس. انت ما كبرتش معاد الفنون اللي قلنا عليها من قديم الازل. الشروط هي والمقاعد ما زادتش مع النمو السكاني في بلد هي مخترعه الفن في الشرق الاوسط وتعتبر ريفرنس في كل حاجه. النوادي مثلا دلوقتي تقريبا مفيش طفل بقى بيدخلها عشان تكلفه مدارس الكوره بقت بالافات مؤلفه للعبه اصلا المفروض ان هي بتاعه الفقراء، والمفروض ان الفقير بيحلم يبقى جامد فيها عشان ينتشل نفسه من وضع اجتماعي معين. طب معلومه كده على الماشي، فاكر انت المهاره دي صلاح لحس فيها برناردو سيلفا النجيله؟ عارف صلاح قال في سره ايه وقتها؟ قال هو ما لعبش خماسي قبل كده ولا ايه؟ طب فاهم معنى الكلمه دي ايه؟ ان السكيل دي سكيل شوارع. يعني المهاره بتاعه الحنكشه اللي عملها صلاح في اللقطه دي هي مهاره مكتسبه من حنكشه حرفيا، عشان هو ابتدى يلعب في الشارع في طنطا اصلا، ما صحيش من النوم يلعب في اكاديميه ليفربول مثلا. طب هل الاكاديميات بتعلم المهاره دي؟ صعبه شويه، لان زي ما قلت لك موهبه الكوره في حد ذاتها بتتطلب منك انك تبقى فقير. ايوه والله امشي بس معايا للاخر. المهاره دي بتاعت لعيب بيلعب 1 2 مع حيطه في حاره ضيقه، مش قومعين وقف على وش رجلك ودوس بالستارز جامد ومش عارف ايه وبتاع. لا، كلام الاكاديميات ما بيمشيش مع لقطه زي دي. عشان كده عموما بنقول على لعيبه البرازيل بالذات ان هم منجم لعيبه كوره. طب اشمعنى البرازيل يعني؟ هل عشان اكاديمياتها؟ لا، عشان نفس السبب اللي قلنا عليه في مثال ابو صلاح، شوارعهم ضيقه وغير مهيئه وبيلعبوا في مخابئ وحارات، فالبيئه بتاعتهم بتخليك شايف كوره غير الكوره اللي انت ممكن تشوفها في فرق زي الفرق الالمانيه مثلا. على اسم المنتخب الماكينات الالمانيه. هو اتسمى ليه بالماكينات الالمانيه؟ عشان المكنه عباره عن اوامر واوبشنز وتتالي احداث، حاجه كده فيزيائيه بحته. فتلاقي اللعيبه بتلعب كره خاليه من الحنكشه ولكن مليانه هات وخد وباصي وروح وشوط جون. الكره حرفيا عباره عن مكنه او انسان آلي في رجليهم بيطوعوها زي ما بيحبوا. عشان كده مثلا توني كروس بيخرج من كل ماتش مع رقش ولا تيشيرت اتوسخ اللي هو كانه بيلعب بالبدله والشوكه والسكينه. ولكن هل معنى الكلام ده اننا بنقول الاكاديميات ما فيهاش مستقبل؟ لا طبعا، محدش قال كده، بس توجهها عايز ناس لغتها الام مش عربي اصلا وبيدرسوا في مدارس IG. ومش هو ده التارجت بتاعك في صناعه زي الكوره. انت محتاج الاول الطفل اللي بيلعب في الشارع اللي زي ما اتفقنا عايز يلعب لعب اكاديمي ويتعلم كوره صح. انت عايزه يقدر يدفع ثمن انه يلعب في اكاديميه. ثواني بس ثواني، هو ليه يدفع ثمن اصلا؟ ده انت اللي محتاجه. ايوه انت اللي محتاج يكون عندك مواهب كتيره، دي مش رفاهيه. الكوره قايم عليها دلوقتي اقتصادات دول على فكره. يعني يكفي اقول لك ان ثمن حقوق البث خارج الدوري الانجليزي من موسم 2022 ل 2025 داخل فيها للدوري الانجليزي فيها بس صباح الخير كده 5 مليار و300 الف جنيه استرليني. ده غير بقى فلوس الاعلانات وعقود الرعايه وليله جامده سعادتك، حاجات كده يخجل دوري مولتو وعبور لاند انه يسمع عنها اصلا. بالمناسبه سبب خساره منتخب مصر على ارضه وسط جمهوره اللي ما جاش في بطوله افريقيا للشباب هي نفس المبدا، الكوسه والواسطه، ودول كلهم بقى على بعضهم. يعني مفيش ضلع معين المفروض تشاور عليه. بص على اسامي اللعيبه للمدربين للمساعدين، هتلاقيهم يا اما ابناء لعيبه يا احفاد لعيبه يا يعني بص يعني الحمد لله قدر ولطف. المهم احنا دخلنا حاجات كتير قوي في بعض مالهاش اي علاقه، بس الرابط ما بينهم حاجه واحده بس، هو ان الناس بتتضايق وبتفرح في نفس الوقت لما تشوف فشل معين واقع على اي حاجه احنا اتكلمنا عليها. عشان حاجتين، اول حاجه احنا بنحس ان في عدم استحقاقيه في الموضوع فبنفرح، زي مثلا لما بتشوف منتخب مصر بتخسر او لما بتشوف المشكله الاخيره دي حصلت، بس في نفس الوقت بنزعل ان ده السائد. شوف اي حاجه في اي مجال في اي حته في الدنيا احنا اتكلمنا عليها هتلاقي فيها الفهلوه والواسطه هي اللي بتمشي، وده بيخلق عند ناس كتيره جدا سخط. عشان كده تلاقي جموع الشعب مره واحده فاق اثناء الحدث ده واداها من المنقي خيار زي ما بيتقال، عشان الناس بتحس بانتصار عامل زي ما الخير بينتصر على الشر كده في نهايه الفيلم او الحدوته، وبيحسوا ان فعلا في حاجه اخيرا فشت غلهم، وبيحصل عندهم برضو عدم انتماء. فعشان كده محدش بيتفاجئ لما بنلاقي قطاع كبير جدا مننا بيبطل يتفرج على افلام او مسلسلات مصري او على كوره مصريه ونبطل بقى نشجع المنتخب، لان في احساس جواك كده ان المنتج ده مش بتاعك مع انه موجه ليك اصلا، بس بتبقى مش عارف المكونات بتاعته كده مش بتاعتك، انت في حاجه غلط في المعادله. طب هل ده معناه اني بقول لك امنعوا فكره ابناء العاملين او الوسايط والكلام ده كله؟ بالعكس، لو قلت لك كده يبقى كاني بقول ان عايز العالم يبقى مثالي، والحياه عمرها ما هتكون مثاليه. الحياه زي ما هي كده واللي عليك انك تستراجل لحد ما تتشاف. بس يعني احنا بنتكلم في بديهيات مش اكتر، وبنقول ان تمام الوضع يكون كده بس يعني ما يكونش ده السائد. خلي حتى مبدا تكافؤ الفرص يعني ما يبقاش فرص يا سيدي، يبقى ربع فرص على الاقل، مش منع الفرص تماما الا على ناس معينين، لاقيني ولا تغديني. ما يبقاش التورته
مقرر انها تتقسم على فئه واحده بس من المجتمع. احنا معاكم في نفس المليون كيلو متر مربع على فكره، ولوني قمحي وشمسها في سماري وشكلها في ملامحي يعني، والكلام الجميل ده عشان بس بنحس انكم بتفتكروا بلاي ليست الاغاني الوطنيه وانا ابن مصر وضد الكسر وكده لما حد بيعمل حاجه بطوليه. لكن الشخص ده بيتنسي بمجرد ما الاغنيه ما تخلص، ومحدش بقى بيسال نفسه طب الشخص اللي بقى بطل ده بقى كده ازاي، ولا حد بيشغل باله في ازاي نخلق منه 10 و20 واحد كمان. احنا ما بنقولش نخترع العجله من اول وجديد، احنا بنتكلم في حاجه يعني اظن ان هي بديهيه، واي حد قاعد في اي مكتب لو كان بي اوفر ثينك لمده دقيقه بالظبط كان طلع كل الحلول اللي احنا قلناها في الحلقه دي. شتتك معايا انا عارف والله، وصدعتك ووجعت دماغك، بس يا رب ما تزعلش لا مني ولا من اي حدث انا قلته عكر مزاجك. وافتكر احنا هنعيش مره واحده بس، والسعاده هي اختيار، ما تخليش اي حاجه تعكر مزاجك خالص. سلام عليكم. عوضين الدنيا التحت الكل مشاعر